أهلا بيكم في الحلقة التاسعة من سلسلة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما. والنهاردة معادنا مع الطيب والشرس والقبيح اللي بيحتل مرتبة متقدمة جدا في قائمتنا كأعظم فيلم ويسترن اتعمل. الفيلم ده مش مجرد رصاص وخناقات، ده صراع عبقري بين 3 شخصيات كل واحد فيهم بيمثل جانب من النفس البشرية في رحلة البحث عن كنز مدفون وسط نار الحرب. استعدوا عشان هنغوص في تفاصيل أسطورية ومواجهات مش هتنسوها أبدا في تاريخ الشاشة الكبيرة. الحكاية بتبدأ في منطقة صحراوية مهجورة، بنشوف 3 من صيادين الجوائز بملامح تخوف داخلين بلدة صغيرة مهدومة ورايحين ناحية بيت خشبي. ال3 بيحاوطوا المكان بحذر وفجأة بيقتحموا البيت عشان يقبضوا على توكو القبيح، بس توكو كان أسرع منهم وبنسمع صوت ضرب نار وسيل، وفجأة توكو بينط من شباك البيت وهو شايل في إيده ورك فرخة بياكله ومسدسه في الإيد التانية. في مكان تاني خالص بنشوف راجل راكب حصانه وواضح عليه الهيبة والشر، ده انجل ايز الشرس. بيوصل لبيت ريفي فقير في واحد اسمه ستيفنز كان قاعد يتغدى مع عيلته، واول ما شاف انجل ايز عرف ان يومه مش فايت. انجل ايز قعد معاه على الترابيزه بكل برود وبدأ ياكل من اكل الراجل وهو بيسأله عن واحد اسمه جاكسون وعن شنطة فلوس ذهب مسروقة من الجيش. ستيفنز حاول ينكر في الاول، بس تحت ضغط انجل ايز المرعب اعترف ان جاكسون غير اسمه وبقى بيلف كارسون. ستيفنز حاول يرشي انجل ايز ب$1000 عشان يسيبه، بس انجل ايز قال له انه قبض تمن قتله خلاص من واحد تاني اسمه بيكر. وبعد ما خلص اكله قام وموت ستيفنز وابنه الكبير بدم بارد وخرج، وهنا بتظهر كلمة ذا باد. نرجع لتوكو القبيح وهو في الصحراء، بيقع في فخ نصبوا ليه 3 من صيادين الجوائز وهم لسه بيقروا له قائمة جرايمه الطويلة عشان يقبضوا عليه. بيظهر من بعيد راجل هادي لابس بونشو وبيشرب سيجارة، ده بلوندي الطيب. ال3 بيحاولوا يهددوا بلوندي ويبعدوه، بس في ثانية بلوندي بيطلع مسدسه ويقتل ال3 بمهارة خرافية. توكو بيفتكر ان بلوندي انقذه عشان سواد عينيه، بس بلوندي بيسحبه وراه وهو متكتف عشان يسلمه للبوليس وياخد الجايزة اللي على راسه. بلوندي بيسلم توكو فعلا للبوليس في البلدة وبياخد $2000 جايزة، والبوليس بيجهز المشنقة لتوكو وسط حشد من الناس. وبينما توكو واقف والحبل حوالين رقبته، بلوندي بيكون مستخبي من بعيد ومعاه بندقية قناصة، وأول ما الجلاد بيشد الخشبة بلوندي بيضرب الحبل بطلقة دقيقة جدا بتقطعه. توكو بيقع على الحصان ويهرب وسط الزحمة، وبلوندي بيقابل توكو في الخلاء ويقسموا الفلوس سوا، ونكتشف إن دي كانت سبوبة متفقين عليها. بعد ما بلوندي وتوكو قسموا أول $2000 قرروا اللعبة دي في بلد تانية، والجايزة المرة دي وصلت $3000. بلوندي نفذ نفس الخطة وضرب الحبل وهربوا سوا. توكو بدأ يشتكي من إن الحبل بيجرح رقبته وإن المخاطرة بتزيد، لكن بلوندي ببروده قال له لو مش عاجبك تقدر تجرب المشنقة بجد المرة الجاية. لكن المرة دي بلوندي قرر ينهي الشراكة، قال له الجايزة مش هتزيد عن كده ونصيبك هو اللي معاك ده، وسابه في نص الصحراء وهو مربوط وإيده ورا ظهره وقال له أشوفك على خير، ومشي وسابه يبلط في الرمل. توكو طبعا ما سابش حقه، قعد يعافر لحد ما وصل لبلدة صغيرة ودخل محل سلاح. في مشهد عبقري توكو قعد يفك في كذا مسدس قديم ويجمع منهم مسدس واحد عمولة على مزاجه، وجرب الصوت بتاع الطلقات لحد ما لقى اللي هو عايزه، وبعد ما خلص سرق المسدس وخرج من غير ما يدفع نكلة. توكو بدأ يطارد بلوندي عن طريق أثر حصانه، وفعلا قدر يوصل لبلدة بلوندي مستخبي فيها. بلوندي كان في أوضة لوكاندا بيجهز بندقيته، وفجأة دخل عليه 3 من رجال توكو عشان يقتلوه، بس بلوندي بذكاء قتلهم ال3 من غير ما يتحرك من مكانه. لكن وهو بيبص من الشباك لقى توكو واقف وراه وموجه المسدس لراسه. توكو خلى بلوندي يجهز الحبل لنفسه وقال له دلوقتي جه دوري، وكان هيشنقه في أوضة اللوكاندا، بس فجأة حصل قصف مدفعي شديد على البلدة لدرجة إن الحيطة وقعت وبلوندي هرب في الزحمة. توكو ما استسلمش وفضل وراه لحد ما مسكه تاني وهو بيحاول يهرب وسط خناقة بين جيوش الاتحاد والكونفدرالية. المرة دي توكو كان ناوي يذله، خده ومشاه في قلب الصحراء الحارقة. توكو راكب حصانه ومعاه شمسية ومية ساقعة، وبلوندي ماشي حافي تحت شمس تموت الصخر. فضلوا ماشيين يومين لحد ما بلوندي جلده اتشقق ووقع في الرمل مش قادر يتنفس. وهنا حصلت المفاجأة اللي غيرت مسار الفيلم كله. ظهرت من بعيد عربة موتى بتجري بسرعة وخيلها هربانة. توكو وقفها، لقى فيها جنود كتير ميتين، ولقى جندي واحد لسه بيلفظ أنفاسه الأخيرة. الجندي ده قال له أنا بيل كارسون، وفي دهب مدفون $200,000. عين توكو برقت ونسي بلوندي ونسي الانتقام، وقعد يسأل الجندي فين
فين؟ الجندي قال له في مدافن ساد هيل، في قبر مكتوب عليه، وقبل ما يقول الاسم أغمى عليه. توكو جرى يجيب مية للجندي عشان يلحق السر، وفي اللحظة دي بلوندي زحف لحد الجندي وسأله عن الاسم. الجندي وشوش بلوندي بالاسم ومات فوراً. توكو رجع لقى الجندي مات، ولقى بلوندي بيضحك ضحكة صفرة وقال له دلوقتي انت محتاجني حي لان انا بس اللي عارف اسم القبر. بعد ما توكو عارف ان بلوندي هو الوحيد اللي معاه اسم القبر اتحول 180 درجة، بدل ما كان عايز يموته بقى خايف عليه من الهوا الطاير. شاله وحطه في العربة وجرى بيه على دير للرهبان عشان يعالجه. هناك قابل أخوه الراهب بابلو وحصلت بينهم مواجهة قوية. أخوه عاتبه إنه سلك طريق الإجرام وساب أهله، وتوكو رد عليه بمرارة وقال له أنت بقيت راهب عشان كان عندك الشجاعة تعمل كده، وأنا بقيت مجرم عشان كان عندي الشجاعة أعمل كده. بعد ما بلوندي استرد عافيته خرجوا هما الاتنين متنكرين في لبس جنود الكونفدرالية الجيش الجنوبي، وهما ماشيين في الطريق شافوا من بعيد كتيبة جنود جاية عليهم. توكو افتكرهم تبعهم وقعد يهتف ليهم ويقول عاش الجنوب، بس لما الربابة والتراب هدي اكتشف انهم جنود الاتحاد الجيش الشمالي، ولابسين هدوم مغبرة خلت لونها يبان رمادي. اتقبض عليهم واتخذوا على معسكر اعتقال للأسرى اسمه بيترسفيل. في المعسكر ده بنشوف انجل آيز اللي كان لابس لبس ضابط برتبة عريف في جيش الشمال ومسؤول عن الاستجوابات. انجل آيز كان عارف بوجود ذهب مفقود وبيدور على بيل كارسون. لما شاف توكو بيستخدم اسم بيل كارسون عشان يهرب عارف انه صيد ثمين، خده لغرفة التحقيق، وهناك انجل آيز أظهر قمة شره، خلى فرقة موسيقية من الأسرة تعزف بره بأعلى صوت عشان تداري على صراخ توكو وهو بينضرب علقة موت من واحد ضخم اسمه واليس. انجل آيز فضل يضغط على توكو لحد ما توكو انهار واعترف باسم المدافن ساد هيل. بعدها انجل آيز جاب بلوندي على العشاء بكل روقان وقال له صاحبك اعترف باسم المدافن بس لسه معرفش اسم القبر، ايه رأيك نشتغل سوا؟ بلوندي بذكائه فهم ان انجل آيز مش هيسيبه حي لو قال له السر، فوافق انه يروح معاه للمدافن بشرط انه يكون شريكه. انجل آيز خدوا وخرجوا ومعاهم 5 رجالة من القتلة بتوعه، وساب توكو لواليس عشان يرحلوا بالقطر ويعدمه، بس بذكائه قدر يخدع الحارس ويوقعه من القطر ويقتله بالحبل اللي كان مربوط بيه. توكو وصل لبلدة محروقة من القصف ودخل لوكاندا مهدومة عشان ياخد حمام ويغير هدومه، وهناك حصلت المفاجأة. ظهر له واحد من صيادين الجوايز اللي توكو كان عوره في أول الفيلم وكان جاي ينتقم. توكو قتله وهو في البانيو وقال له جملته الشهيرة لما تعوز تضرب نار اضرب، ما تقعدش ترغي. في نفس الوقت بلوندي كان في نفس البلدة مع انجل آيز ورجالته. بلوندي سمع صوت ضرب النار وعرف ان ده توكو. توكو وبلوندي اتقابلوا في وسط الخرابة دي واتفقوا يرجعوا ايد واحدة ويخلصوا على رجالة انجل آيز. في مشهد اكشن عبقري بلوندي وتوكو صفوا رجالة انجل آيز واحد ورا التاني وسط الدخان والبيوت اللي بتقع، بس انجل آيز نفسه فلت منهم بذكاء وساب لهم رسالة تهديد ومشي. بعد ما بلوندي وتوكو صفوا رجالة انجل آيز في المدينة المحروقة كملوا طريقهم ناحية مدافن ساد هيل، وهم ماشيين اتفاجئوا بوجود نهر بيفصل بينهم وبين المدافن، وعلى النهر ده في جسر بيحصل عليه معركة طاحنة بين جيش الشمال وجيش الجنوب. بلوندي بص للمشهد بأسى وقال له عمري ما شفت أرواح بتضيع بالرخص ده. بذكائه عارف إنهم مش هيعدوا غير لو الجسر ده اتهد والجيوش اتفرقت. راحوا جابوا شكاير ديناميت وزرعوها تحت الجسر، وهم مستخبيين ومستنيين لحظة التفجير. توكو كان هيموت من القلق، فبلوندي قال له خلينا نتبادل الأسرار دلوقتي. توكو قال له اسم المدافن ساد هيل، وبلوندي قال له اسم القبر آرش ستانتون. بمجرد ما فجروا الجسر المعركة وقفت والجيوش انسحبت، وأول ما عدوا النهر توكو استغفل بلوندي وركب حصانه وجرى بأقصى سرعة عشان يوصل للمدافن الأول. توكو وصل المدافن اللي فيها آلاف القبور وقعد يدور زي المجنون وسط الشواهد لحد ما لقى قبر مكتوب عليه آرش ستانتون. بدأ يحفر بإيديه وضوافره وهو بيصرخ من الفرحة، وفجأة ظهر بلوندي ورماله جاروف وقال له احفر بده. ما كملوش دقيقة وظهر انجل آيز وهو موجه مسدسه وقال له كملوا حفر. توكو فتح القبر بس الصدمة انه لقاه فاضي. بلوندي ضحك بسخرية وقال له الاسم اللي قلته لك كان غلط، الاسم الحقيقي مكتوب على طوبة في نص الميدان ده. بلوندي خد طوبة وكتب عليها الاسم وحطها في نص ساحة الإعدام الواسعة اللي في نص المدافن، وقال لهم اللي يفضل واقف هو اللي هياخد الذهب.
وهنا بدأت أشهر مواجهة ثلاثية في تاريخ السينما. التلاتة وقفوا في دايرة، الصمت كان مرعب وعينيهم بتتحرك بين بعض زي الصقور. فجأة إنجل آيز مد إيده، بلوندي كان أسرع منه ورماه بالرصاصة في صدره، وقعه في القبر المفتوح ومات. توكو حاول يضرب نار بس اكتشف إن مسدسه فاضي. بلوندي كان فضاه بالليل وهو نايم من غير ما يحس. بلوندي شاور لتوكو على القبر الحقيقي اللي جنب آرش ستانتون، وكان قبر مكتوب عليه مجهول unknown. توكو حفر ولقى شنط الذهب فعلا 200,000 دولار، بس بلوندي خلاه يقف على صليبة خشب وربط رقبته في حبل مشنقة مربوط في فرع شجرة، وساب له نصيبه من الذهب على الأرض ومشي. توكو قعد يصرخ ويشتم فيه، ومن على مسافة بعيدة بلوندي طلع بندقيته وضرب الحبل بطلقة واحدة احترافية قطعت الحبل. توكو وقع ووشه في الذهب، وبلوندي اختفى في الأفق وهو معاه نصيبه من الكنز. في عالم ملوش قانون، الطيب هو اللي بيفكر بخطوتين لقدام، والشرس نهايته دايما في القبر اللي حفره لغيره، والقبيح بيفضل طول عمره تابع للمصلحة. الفيلم بيعلمنا إن الذكاء والبرود هم السلاح الحقيقي، مش مجرد ضرب النار. في النهاية الذهب ما بيجيش للي بيجري وراه بجنون، ده بيجي للي عارف يسيطر على أعصابه في عز اللحظات القاتلة. عشنا مع بعض ملحمة من أعظم ما قدمت السينما العالمية، والقصة دي لسه فيها تفاصيل أكتر بكتير لو حفرت وراها. لو عجبكم السرد ده وطريقة عرض الأحداث اللي مش هتلاقوها في أي مكان تاني غير عندنا، ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس. استنونا في الحلقة الجاية من سلسلة أقوى 100 فيلم في التاريخ، عشان هنحكي لكم أساطير تانية وتفاصيل مخفية عن أفلام غيرت مجرى السينما، وأوعدكم إنكم هتشوفوا عندنا اللي مش هتشوفوه عند أي حد تاني. شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في كنز سينمائي جديد.